مرحبا بكم ليكيب. في الفيديو تاع اليوم رانا راح نحكيو على ستيب باي ستيب كيفاش تتحصل على تأشيرة الدراسة في ألمانيا. راح تكون كاين فيديوهات بعد هذه اللي راح نتعمقوا فيها في كل نقطة من النقاط اللي راح نحكيو عليها اليوم. راح يكون فيها ديب دايف، معناها تاع نتعمقوا فيها أكثر باش نمدوا مور ديتيلز. اوكي، أول شرط هو الفاينانشال مينز، صح؟ وش معناها لازمك اما يكون عندك كونت بلوكي فيه 11900 اورو، تقدر تزيد تكونفيرمي هذا النمبر، دير ديو ديليجنس تاعك وتكونفيرمي هذا النمبر، ولا لازم يكون عندك واحد مقيم في ألمانيا من العائلة تاعك، هذاك الشخص اللي يتكفل بيك، نقولوا سالاري يكفيه باش يعيش هو وباش تكفي وباش يكوفري الاكسبنسز تاعك. ولا الا كان عندك إلا ما كاش عندك كارون، دونك لازم كونت بلوكي اللي فيه 11900 اورو. كما قلنا كيفاش تحل الكونت بلوكي؟ كونت بلوكي هذا سهل، تروح تحله اونلاين في الواحد الويب سايت، راح نخلي لكم اللينك تاع الكونت بلوكي، تحل عندهم الويب سايت، دير اي دي كونفيرميشن، يعطوك ايبان، وهذاك الايبان نمبر تروح لللوكال بانك اللي عندك في الولايه اللي راك فيها. كاين كيما في الجزائر كاين بيو، كاين البيانا، كاين بزاف لي بنك اللي يديروا هذا الترانسفير. تمد لهم الايبان هذاك، تمد لهم لا لتر هذيك تاع الامباسي، تشيك ليست تاع الامباسي باللي لازم تبعث هاد لاصوم، دير لها بالهايلايت، اند ذن تحط الادميشن القبول الجامعي اللي راح نحكيو عليه بعد هذه، ودير دوموند تاعك يبعثوا لك لاصوم هذيك الكونت بلوكي تاعك. كي تلحق دراهمك، حنا من الجزائر الالمان تضرب واحد 7 ايام 14 يوم باش تلحق، ومن بعد غير تلحق دراهمك الكونت بلوكي تجيك ايميل، هذاك الايميل هذاك تبرينتيه فيه الكونفيرميشن تاع البلوك اكاونت. دونك خلاص هنا سكرنا البلوك اكاونت. اوكي، الشرط الاول رانا خلاص رانا درناه. الشرط الثاني هو اللغه. اللغة هذه مهمة جدا. علاش؟ لأنه language certificate إذا كان البروغرام بالانجلي راح تكون بالانجليش توفل ولا الايلس، ولا كانت بالجيرمان راح تكون من عند جوتا انستيتوت. المهم يكون recognized language certificate. ودرك هذه الحاجة مهمة جدا. language certificate مهمة للفيزا ومهمة ثاني للقبول الجامعي. ثالث حاجة هي transcripts. إذا كنت نتايا درك راك قاري ليسونس، راك تسحق الترانسكريبتس تاع كاع الأعوام اللي قريتهم في الجامعة بليس الليسونس تاعك، الدبلوم تاع الليسونس الباتشلر، وزيد له الباك. دونك هادو دير لهم ترجمه، ودير لهم what do we call it ترجمه والاوثنتيفيكاسيون، دير لهم توثيق عند وزاره الخارجيه وعند وزاره التعليم العالي. ثاني راح نحكيو عليها بالك ستيب باي ستيب. You let me know في الكومنت whether I should deep dive into authentication process. مالغري على بالي بلي بزاف ناس يعرفوا الاوثنتيفيكاسيون هذه تحتاجها في كندا، جاب لي ربي تحتاجها في بزاف بلدان. دونك خلاص درنا الاوثنتيفيكاسيون تاع لي ديبلوم تاعنا، تاع الترانسكريبت اللي هما لي بولتان. ترانسكريبتس لازم يكونوا international transcripts just in case، باسكو هذاك الترانسكريبتس اللي يعطيه لك فلوس لازمك انت دوموندي عليهم ترانسكريبت انترناسيونال ولا بولتان انترناسيونال، تجيك مع الدبلوم كدير لهم التوثيق، من بعد ترجمهم بالانجلي ولا بالجرماني. اتس اب تو يو. خلاص جبنا شرط اللغه، جبنا الكونت بلوكي، جبنا الترانسكريبتس. هذوك ترانسكريبتس مع اللانجويج سيرتيفيكيت هذوك هما اللي تدفعهم للجامعات باش تجيب القبول الجامعي تاعك. تدفعهم للجامعات اذا كانت ماستر ولا برايفت. راح نتعمقوا in details كيفاش تجيب القبول الجامعي في ألمانيا in the next video اللي راح يخرج بعد هذا. راح تشوفوا in details كيفاش تجيبها. كاينه صديقة القناة راح تشرح لكم in details كيفاش دارت هي، باسكو انا وهي we had different processes. دونك هي تفهمكم ستيب باي ستيب كيفاش دير باش تجيب القبول الجامعي تاعك. خلاص دركا رانا وفرنا كاع الشروط اللي هي الترانسكريبتس، الاوثنتيفيكيتد ترانسكريبتس واللي ديبلوم تاعك، قبول جامعي، الدوسي تاع لا لتر هذيك تاع الكارون ولا الكونت بلوكي مع الكونفيرميشن. الكونت بلوكي هذاك تقدر تخرج بينه الهيلث انشورنس كونفيرميشن، هذيك سهله تقدر تخرجها مع الكونت بلوكي. دونك خلاص توفروا عندك هاد الشروط هذو. من بعد يبقى حوايج بسيطه اللي تبقى الحاجات الاخرى. كي يعود عندك القبول الجامعي واللغه والكونت بلوكي، هاد الثلاثه هما اصعب اشياء، ولكن الامور الاخرى تجي يعني راهي باينه. حوايج ما نتعمقوش فيها بزاف وحوايج باينين. الفورميلار هذاك لازمك تعبيه،
لازم تكتب motivational letter، اخرين transcripts و all those تحطهم في one single document وتتفحم للإمباسي. بصح باش تتفحم لازم تهز appointment، والappointment make sure تهزها قبل الوقت. لازم الرونديفو هذاك تاع الفيزا ديتيد لازمك تهزه قبل الوقت اتليست ب4 شهور 5 شهور. لازمك تعطي لروحك الوقت، كيما نقولوا ما تهزوش كي تبقى لك شهر ولا كي تلم قاعد لي دوسي تاعك تقول اوكي ناو اي هاف اول ذا دوكيومنتس نهز الرونديفو لازمك تهزه قبل ما وانت دير في البروسيس دير كلش ان باراليل، معناها دير كلش في نفس الوقت. اوكي دونك رانا حكينا على كيفاش تسجل، وراح نتعمقوا في الديتيلز في النكست فيديو. راح تشوفوا كيفاش نتعمقوا في الديتيلز، كيفاش تجيب القبول الجامعي تاعك، ونحكيو in more details. let me know في الكومنتس كاش ما كاينه حاجه ما فهمتوهاش نقدر نتعمق فيها ونقدر نشرحها لكم في الفيديو الجاي.